الدوري المغربي تحت ضغط التحكيم والازمات المتواصله. سفرة الحكم اللي خاصها تحسم مباريات داخل الملعب ولات اليوم سبب في جدل كبير خارج الملاعب الوطنيه، والسؤال المطروح واش الاخطاء التحكيميه اللي كنشوفوها كل اسبوع هي اخطاء بشريه عاديه ولا التحكيم المغربي كيعيش ازمه حقيقيه. ومع نهايه كل جوله في البطوله الوطنيه كتولي القرارات التحكيميه هي الموضوع الاول في النقاش بين الجماهير وفي مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في برامج اذاعيه. كاينين بعض المباريات تبدلت فيهم النتيجه بقرار تحكيمي واحد، وهذا الشيء كيخلي مجهود فرق كامله يضيع في ثواني. هنا كتطرح المسؤوليه على الجامعه الملكيه لكره القدم، خصوصا ان اصلاح التحكيم كان دائما حاضر في الكلام الرسمي، ولكن على ارض الواقع لا وجود لاي تغيير. والعديد من الجماهير كيعتبروا ان المشكل ماشي غير اخطاء تحكيميه فرديه، ولكن ممكن يكون مشكل في طريقه تدبير المنظومه التحكيميه كامله. حتى تقنيه الفار اللي كانت جايه باش تنقص من الاخطاء التحكيميه وتعطي لكل واحد حقه ما حبستش الجدل، بل في بعض الحالات زادوا مشاكل كبيره. ودابا كيطرحوا مجموعه من الاسئله داخل الاوساط الرياضيه. واش المشكل كاين في التكوين ديال الحكام ولا في غياب التتبع والتقييم ولا حتى الضغط الكبير اللي كيعيشوه مجموعه من المباريات الكبيره؟ كاين كذلك مجموعه من المؤشرات اللي خلات النقاش يكبر اكثر، من بينها اختفاء الحكم المغربي الامريكي اسماعيل الفتح من مشروع تطوير التحكيم بدون توضيحات واضحه. زيد على ذلك الاعتزال المفاجئ للحكمه الدوليه بشرى الكربوبي اللي توجت كافضل حكمه في افريقيا سنه 2024 واللي قالت بانها تعرضت للظلم. الاحتجاجات داخل الملاعب في الاونه الاخيره كثرت، وبزاف ديال المباريات عرفت احتجاجات قويه من طرف اللاعبين والمدربين وكذلك الجماهير بسبب قرارات تحكيميه، وهذا الشيء كيبين بالواضح ان كاين ازمه ثقه كبيره بين الانديه والمنظومه التحكيميه. اليوم التحكيم المغربي امام مرحله حساسه، اما يكون اصلاح حقيقي كيشمل التكوين والتقييم والشفافيه، او يبقى الجدل يتكرر كل اسبوع. وكيبقى السؤال المطروح واش الجامعه الملكيه لكره القدم قادره ترجع الثقه في التحكيم المغربي ولا التحكيم المغربي غيبقى العنوان الاكبر للجدل في البطوله الوطنيه.